انا بصراحه ما حدش لفت نظري خالص في فرقه الترجي، ولكن كسب بضربه جزاء، ضربه جزاء مستحقه عشان بس ما نضحكش على الناس. هي لما احنا ساعه المباراه ما شفناهاش، ساعه الكروس ما شفناهاش وما خدناش بالنا منها، لما المباراه وقفت وتعادت والحكم راح واتفرج عليها فهي اتحسبت ضربه جزاء، ففعلا ضربه جزاء صحيحه. المشكله ان الراجل بدأ بطريقه خاطئه. ايه الطريقه الخاطئه؟ ان هو معهوش الكره يلعب 4-4-2 في حاله ان الكره مع فرقه الترجي. لما الكره تبقى معاه بيلعب 4-2-4، والكره مع النادي الاهلي بيلعب 4 و2 في نص الملعب اللي هو ديانج وكوكا، وانا ما اعرفش هو لاعب كوكا بناء على ايه، مع ان الماتشات دي الف ب كوره محتاجه مروان عطيه حتى قبل ديانج. يعني تحط مروان وتفكر مين اللي يبقى جنبه، ديانج ولا كوكا، واخد بالك؟ لا، يبقى ديانج وبعد كده كوكا يبقى بديل. فهو عمل افتكاسه النهارده في حته ان هو يبدا من البدايه باحمد نبيل كوكا.